السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما ديما موعدنا دائما نهار الثلاثاء والجمعه مع 12 ديال الليل كننزل القصه، واليوم تعطلت عليكم ما نزلتش القصه لشي ظروف. المهم اليوم غنشارك معكم قصة 3 ديال الصحاب سبعين في البحر. كملوا معايا القصة حتى الآخر. غنبدا لكم القصة بواحد الولد اسمه رشيد عنده 19 عام وهو الكبير ب4 ديال الخوت. عنده 2 خوت بنات و2 خوت دراري صغار عليه. الاب ديالو سميتو الحاج عمر، خدام كساب في السوق كيبيع ويشري. النهار اللي كيجي فيه 100 درهم راه داك النهار كيكون عندهم عيد، والنهار اللي ما كيجيب والو كياكلوا غير الخبز واتاي. الام ديالو فاطمه مريضه مسكينه بالسكر، الدواء ديالها 300 درهم في الشهر. تخيلوا معايا منين غيجيبوها. رشيد قرا حتى للسادس ابتدائي وحبس. علاش؟ حيت ما عندهمش باش يشريو الكتوبه ومصاريف المدرسه. خرج يخدم وخدم في كل شيء، غسل الطوموبيلات، خدم في البيني، باع الخضرة في السوق، ولكن الفلوس كتمشي غير في الدواء والكرا. أعز صاحب عنده سميتو كريم ولد جيرانهم بحال خوه، تربوا ب2 في زنقة واحدة. كانوا كيلعبوا بالكرة ديال الميكا وكيتقاسموا ساندويش واحد، وإذا شي واحد فيهم ضرب الاخر كينوض معاه. والثالث فيهم هو سفيان يتيم ساكن مع جده، حتى هو عايش الفقر بزاف. 3 بيهم كانوا ديما مجموعين في قهوة ديال الشعبي، كيشربوا اتاي ب5 دراهم وكيبقاو لاصقين 4 ديال السوايع وهما جالسين في القهوة. والهضره ديالهم ديما هي شنو غنديروا في هذا الفقر، امتى غنخرجوا من هذه الحفره. بقاو على هذا الحال حتى تبلاو، وبقات كتحرف لهم كيفاش يجيبوا البليه حيت ما عندهمش، وبقاو كيخرجوا الحاجه من الدار ديالهم وكيمشيو يبيعوها باش يشريو البليه. واحد النهار مشاو سرقوا 2 باكيات ديال الدخان من الحانوت، وشدهم من الحانوت وعطاهم قتله ديال العصا. ومن ديك النهار حلفوا ما يعاودوها. قالوا الرزق الحرام ما كيدومش، خاصنا نخرجوا بالحلال واخا نموتوا. وفي واحد النهار كانوا جالسين في القهوه، جا واحد السيد لابس مزيان وراكب طوموبيل، جمعهم كاملين وقال ليهم باغيين تحرقوا؟ شكون باغي فيكم يحرق؟ انا عندي فلوكه كتهز 15 واحد، اللي بغى يمشي يوجد 5 ديال المليون، 8 ديال السوايع وتكونوا في اسبانيا ان شاء الله. رشيد مشى باع التليفون ديالو والتلفازه، ويماه عطاتو واحد بليش قديم عندها، وتقاتل وجمع ديك 5 ديال المليون. كريم باع المواعن ديال الدار ديالهم كامله، باع ماكينه الصابون والتلفازه وباع اللي قدامه واللي وراه. سفيان مشى عند خالو العروبيه وباع بقره وعجل و2 حواله، قال له ملي تمشي لاسبانيا رجع لي رزقي. قال له كون هاني يا خالي. جمعوا كاملين داك الفلوس بالكشايف. الام ديال رشيد الليل كامل وهي كتقول له ولدي راه البحر غدار. قال ليها يما الا بقيت هنا غنموت بالفقر، خليني نحاول. وصل النهار اللي غيمشيو فيه، ومع 4 ديال الصباح الظلام وكل شي مجموع حدا البحر كيستناو الفلوكه تجي. الفلوكه جمعت 15 واحد، هذا متكي على هذا، بلاصه ما كيناش باش تجلس. السمسار قال ليهم ما تخافوش. مع 5 قلعوا والبحر كان هادي. هما ماشيين وكيفاجئوا على راسهم وكيضحكوا وكيقولوا غدا نصبحوا في اوروبا ان شاء الله. ومع 11 ديال الصباح تبدل كل شيء، الريح بدات والمواج ولاو بحال العمارات.
الماء بدا كيدخل للفلوكة من التحت، الناس كتغوت ومن الفلوكة ما فاهم والو. رشيد وكريم وسفيان كيقولوا صافي هذه الاخره ديالنا، غنموتو ما غيسوق لينا حتى واحد الاخبار. بقاو كيتقاتلوا مع الامواج والفلوكة دخلها الماء بزاف، والموتور ديال الفلوكة خسر ووقفات بيهم. بقاو النهار كامل في ديك البحر، كان هايج في الليل وجاهم البرد والجوع. والنهار التاني الشمس كتحرق فيهم، وفي الليل البرد كيقطعهم، والعطش كان فيهم بزاف. العطش هو اللي كان كيقتل، كانوا كيشربوا البحر ويردوه. الجوع خلاهم ياكلوا الحوت وهو خضر. كل نهار كان كيموت واحد وكيرميوه في البحر. وفي النهار الرابع كريم بدا كيهدر مع راسو وقال لرشيد: خويا الا مت قول لامي ما تسمح ليا، وقول ليها باللي مت في طريق الرزق. رشيد بقى لاصق فيه وكيقول ليه: ما تقولش هكا كريم، باقي غنوصلو نفرحو والدينا ان شاء الله. في النهار السادس كريم سكت وعينيه وحلو ويدو باردة. رشيد بقى 24 ساعة وهو هزو كيهدر معاه. نودا كريم: قربنا، راه شميت الريحة ديال الأرض. سفيان صافي غيب مرة وما بقاش كيتحرك ويدو جامدة. في النهار السابع فاق رشيد ولقى راسو في الرملة في واحد الجزيرة صغيرة وما فيها والو غير الشجر والبحر. وحداه كريم فاقد الوعي والراس ديالو مضروب. بقاو 14 يوم في ديك الجزيرة كياكلوا غير الكوكو وكيشربوا من الورق ديال الشجر. في النهار 15 شافوا طيارة وشعلوا العافية بحوايجهم وجا الإنقاذ ونقذوهم. اليوم رشيد رجع للمغرب خدام في القهوة، وكل جمعة كيمشي للبحر وكيحط وردة بيضة وكيقول: خليت صاحبي وعشيري في البحر سميتو سفيان. وكريم خدام حلاق عند واحد الراجل في الحومة ديالو. هادي ماشي قصة، هادي صدمة باش كل واحد يفكر قبل ما يرمي راسو في البحر. الله يرحم جميع اللي ماتوا في البحر، والله يصبر الوالدين ديالهم. وهنا كتكون سالات القصة ديالنا اليوم. كنتمنى تعجبكم، وما تنسوش تخليو لايك وابوني وتكتبوا لي رأيكم في التعليق. نتلاقاو في قصة جديدة، والسلام عليكم.